في ذا البلد حتى الانتخابات الامريكيه تتضرر يا سيد عباس البياتي، ان الشعب يتضرر. اي كلام واي امانه تحكين عنها انتصار. اليوم ابناء الشعب العراقي طبعا يطلعون للشارع، لا منين ياكلون، منين يشربون، منين يعيشون عوائلهم، طبعا يطلع هو يدور على جهاله، لو يشوفون بعد لا ما يشوفون بعد. فهذه الامور اذا انا لعد معناته هذا الواقع شو التفكير؟ اذا السيد رئيس الوزراء من راح يزور الجرحى لعد كان يكذب علينا، هذا مو جرحى، هو مسوي له فد قضيه ومسوي له فد مسرح وجاي يمثل بالمسرح، لكن قضيه حقيقيه يا اختي. فاحنا نقول منو اللي سلم الارهابيين للسعوديه؟ الى احنا ورانا مشروع اقليمي، من الذي سلم الارهابيين الى السعوديه؟ قمه بغداد يا اختي العزيزه، انا لم احضر اجتماع القمه، انا رحت ممثله بلجنه خاصه ارسلها سماحه السيد لان الاخلاق العربيه، الاصل تقول انه اذا جاء ضيف كريم انت المفروض تستقبله وترحب به. فرحنا من الغرفه مالتهم او من الطوابق مالتهم قاعدين بيدرسوا حضور الاقامه، سلمنا عليهم مطلوعه اني، واذا كانوا من عندنا شاركوا بقمه بغداد فلسوف ينجحوا السيد المالكي، حتى ينجحوه، حتى ما يتركوا واحده بالساحه من اجل انجاح العراق. لكن انتم مو كل نجاح تقولون هذا نجاح إلنا قمه بغداد إلنا، ومن يجي الفشل تدقوا على السياسيين، من تفجير تقولون السياسيين التفجيرات بتدخل داخل مجلس المليار. ليش هو منو لواء بغداد يا اختي يا لواء بغداد مسؤول عن حمايه عن حمايه امن المنطقه الخضراء، والمنطقه الخضراء يطبها طاق الى الشعب العراقي من ما لها حمايه، يطبها طاق المنطقه الخضراء حتى تحترق لهم الشعب العراقي باقي. انا يهمني سلامه شعبي، ما يهمني سلامه المنطقه الخضراء، ما يهمني انتم قاعدين في داخل الجدران حاطتكم ويومين الشعب يموت. ليش اخذ السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم جلساته في محافظات مثل نينوى وشفتوه، مثل نينوى ومثل كركوك؟ ليش اليوم؟ ليش ما؟ فاذا اخذ انا اتمنى تحملي له هذه الكلمه انتصار، اذا تتكلمين معه تقولي له احنا نطالبك ونتمنى عليك تنزل سبع قصور، تنزل الحميديه، تنزل حي السند، البيوت الصفيح، انزل هناك اخذ مجلس وزراء. بس انا انصحه ايضا انه يطلع ورا نص الليل. ليش؟ لان حتى يقعد فيها الناس يشاركهم همهم لما يترسون صف المي الساعه 4 الصبح حتى يشربوه باليوم الثاني. سيدة القضيه مو شخصيه اختي. سيدة التحالف الوطني هذا استفتاء سماحه السيد. شوفي شو يقول سماحه السيد محتوى الصدر، يقول على التحالف الوطني ايجاد البديل، بل هناك اكثر من بديل طرق، لن تخرج القضيه عن التحالف الوطني. لا تقولوا للناس، لا تقولوا للناس انه الامور راح تروح من الشيعه، ابدا لا تقولوا لهم هذا الشيء. الشيعه باقين رغما عن لا عن احميهم ولا السيد المالكي، رغما عن الكل الشيعه باقين. هاي جماعه المعصومين، هاي كلمه سيده زينب يا انتصار كيدك وسعدايا والله لا تنحدث لنا، لكن انتم بهاي الطريقه عزلتوا التحالف الوطني. احنا اليوم نريد نعيد التحالف الوطني. منو اللي قد رسائل؟ شنو وثائقكم انه هناك مشروع اقليمي؟ لا زارنا سفير سعودي ولا سفير قطر ولا سفير تركي، لكن جت رسائل من ايران وامريكا الى تطلب، وهناك تضغيطات على اطراف سياسيه الان راح تطلع بعدين الرسائل. كيف يمانعون بسحب الثقه عن السيده معها؟ يعني لا يعني انت حماسيه